بتاع المربع. فاحنا هنشتغل النص مع بعضينا كده ونشوفه بيتعمل ازاي. هنبتدي مع بعض نعمل نص المربع. هنعمل 4 سلسلة الأول، 1 2 3 4. هنقفل بمنزلقة في أول سلسلة، هنرتفع سلسلة ونشتغل فيها 5 نص عمود. ادي 1 2 3 4 5. هنسحب الخيط ونقصه، هنلف شغلنا كده ونقفل الغرزة بتاعتنا. جبت اللون التاني، هنيجي في اول نص عمود ندخل الابرة بتاعتنا ونسحب الخيط، هنربط الشغل. هنيجي في اول نص عمود نطلع ب2 سلسلة ونشتغل غرزة العنقود من 3 عواميد. 2 سلسلة. هنيجي في النص عمود اللي وراه نشتغل غرزة العنقود من 3 عواميد. 2 سلسلة. هنيجي برضو في النص عمود اللي وراه هنشتغل سوري غرزة العنقود ب3 عواميد. 2 سلسلة. هنشتغل برضو غرزة العنقود، 2 سلسلة. وهنيجي في اخر نص عمود برضو نعمل فيه غرزة العنقود ب3 عمود. هنشد الخيط بتاعنا هنقصه كده، هنلف شغلنا ونقفل السطر. كده تاني سطر هنركب الخيط التالت ونشتغل السطر التالت. هنيجي في غرزة العنقود هنحط الإبرة ونسحب الخيط، هنربط الخيط. تمام. هنحط الإبرة بتاعتنا ونسحب الخيط، هنطلع بسلسلة، هنعمل غرزة حشو. هنيجي في فراغ ال2 سلسلة نعمل حشو 5 سلسلة ونشتغل جوه فراغ ال2 سلسلة 3 عمود ب3 لفات. ادي اول عمود، هنلف 3 لفات على الابرة، نشتغل العمود التاني، هنلف 3 فتلات على الابرة، نعمل العمود التالت، 5 سلسلة. في نفس فراغ ال2 سلسلة هنشتغل غرزة حشو. هنيجي في فراغ السلسلة ال2 سلسلة وراه هنعمل حشو 5 سلسلة، هنلف على الإبرة 3 لفات ونعمل عمود ب3 لفات 3 مرات. ادي 1 2 3.
نشتغل 5 سلسلة، ونيجي نشتغل في نفس المكان غرزة حشو. هنيجي في الفراغ اللي وراه نشتغل برضو غرزة حشو. هنكرر 1 2 3 4 5 3 عمود، والعمود ب3 لفات كده. 1 2 3. هنعمل 5 سلسلة، وبرضو في نفس المكان هنعمل غرزة حشو. هنيجي في اخر الفراغ 2 سلسلة نشتغل حشو 5 سلسلة، وهنعمل 3 عمود، والعمود ب3 لفات. ادي 1 2 3. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهنيجي برضو نقفلها في نفس المكان في حشو، ونيجي في غرزة العنقود نعمل غرزة حشو. هنقطع الخيط ونحط الخيط اللي بعديها. انا طبعا هنضف الخيط في الاخر. تمام كده. ادي كده السطر الثالث. نوصل الخيط ونشتغل السطر الرابع. جبت الخيط بتاعي، هنيجي في غرزة الحشو هنا هنسحب الخيط، نربطه ونبتدي نشتغل. برضو هندخل الإبرة بتاعتنا في أول حشو، هنرتفع سلسلة، نعمل غرزة حشو في نفس المكان، هنرتفع 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنيجي في ال3 عواميد، وهنيجي في العمود اللي في النص نعمل غرزة حشو. نشتغل بعد كده 7 سلسلة. 1 2 4 5 6 7. هنيجي في اللي بعديها نشتغل غرزة حشو في العمود اللي في النص او العمود التاني. تمام. هنشتغل بعد كده 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهنيجي نعمل حشو في الحشو اللي هنا اللي تحت. هنرتفع 11 سلسلة. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهنيجي برضو في العمود اللي في النص او العمود التاني نشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده نشتغل 7 سلسلة. هنيجي هنا برضو في العمود التاني او اللي في النص نعمل غرزة حشو. هنعمل 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهنيجي في غرزة الحشو نعمل غرزة حشو. هنلف الشغل بتاعنا، هنعمل منزلقة في أول 3 سلسلة. هنرتفع 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. وهنيجي نسيب سلسلتين، وفي السلسلة التالتة هنشتغل فيها غرزة العنقود او عمود بلفتين، بس هنسيب اخر لفة.
هنكفي السلسلة اللي وراها برضو، نعمل عمود بلفتين ونسيب اخر لفة. هنلف لفتين ونكفي السلسلة اللي وراها برضو، نعمل عمود بلفتين. هيفضل على الابرة 4 لفات هناخدهم مع بعض مرة واحدة. هنشتغل بعد كده 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هنيجي في فراغ ال7 سلسلة نعمل حشو، نرجع تاني نعمل 7 سلسلة، هنلف لفتين على الإبرة بتاعتنا. في تالت سلسلة هنعمل العمود بلفتين ونسيب آخر لفة، عمود بلفتين في تاني سلسلة ونسيب آخر لفة، عمود بلفتين في السلسلة التالتة. كده عملنا غرزة العنقود ونقفلها. تمام. هنعمل سلسلة ونلف 3 مرات على الإبرة، 3 لفات، ونيجي بعد في السلسلة التالتة نعمل عمود ب3 لفات. تمام كده. كده ادتنا، لا سوري يا جماعة، انا كنت فاكراها في اخر السطر. هنعمل كده غرزة العنقود، هنعمل بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ونيجي برضو نعمل غرزة العنقود في 7 سلسلة. هنيجي على السلسلة اللي وراها نعمل العمود التاني، والعمود اللي وراه نعمل السلسلة اللي بعديه نعمل برضو العمود التالت لغرزة العنقود. هنسحب الخيط كله مع بعضه كده. هنشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هنيجي نشتغل في فراغ ال7 سلسلة حشو، 7 سلسلة، 3 4 5 6 7. معلش انا بتكلم بسرعة علشان احنا اشتغلنا المربع قبل كده. احنا المهم عندنا ان احنا نعرف نعمل النص. تمام. فانا هركز على اول سطر واخر السطر، اللي في النص ده هنتكلم بسرعة عشان احنا شرحناه قبل كده. هنلف على الابرة فتلتين، وهنيجي عند السلسلة التالتة نشتغل عمود بلفتين ونسيب اخر لفة، نلف على الابرة مرتين ونيجي على السلسلة اللي وراها نشتغل عمود ونلف تاني فتلتين على الابرة، ونيجي في السلسلة اللي بعديها هنشتغل برضو عمود ونقفلهم، وبكده نكون عملنا غرزة العنقود. تمام. هنعمل سلسلة وهنلف 3 لفات على الابرة، وهنيجي في السلسلة التالتة نعمل عمود ب3 لفات. تمام. لو بصينا كده هتلاقيها مديانا نص المربع. تمام. نقطع الخيط ونوصل الخيط الاخير ونشبك مع بعض. انا جبت الخيط الاخير اللي هنشبك بيه. هنيجي هنا في اول العمود هنحط الابرة بتاعتنا ونربط الخيط، هنيجي في اول عمود هنشتغل عمود عبارة عن 3 سلسلة، هنلف على الابرة لفتين ونيجي في الفراغ نشتغل عمود بلفتين ونسيب اخر فتلة، هنلف على الابرة 3 لفات ونيجي في غرزة العنقود نشتغل العمود 3 لفات، تمام. هنشتغل
سلسلتين علشان نعمل غرزة البيكو، وفي نفس الوقت هنشبك. تمام. احنا هنيجي مكان التشبيك السبعة اللي احنا عايزين نشبكها هنا اهو، هنيجي عند غرزة البيكو هنا، ندخل الإبرة بتاعتنا ونشبك. هنشتغل 2 سلسلة، وهنيجي نقفل غرزة البيكو بتاعتنا في أول سلسلة. هنشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهنيجي في السبعة سلسلة نشتغل عمود، وهنيجي عند فراغ السلسلة هنا عند الأربعة عواميد فراغ السلسلة هنشتغل الحشو. هنيجي في المربع اللي احنا شغالين فيه نشتغل عمود، المربع اللي احنا بنشبك منه هنروح لفراغ السلسلة نعمل حشو. هنيجي في فراغ السبع سلسلة نعمل عمود، هنيجي في الفراغ في المربع اللي قدامه اللي بنشبك فيه نعمل حشو، هنيجي في فراغ السبع سلسلة نعمل عمود. وبكده عملنا الأربعة عمود في السبعة سلسلة. هنشتغل سلسلة، ونيجي في فراغ التلاتة سلسلة نعمل حشو سلسلة، ونيجي في فراغ السبعة سلسلة اللي وراهم نشتغل عمود حشو في فراغ السلسلة، نرجع نعمل تاني عمود حشو في فراغ السلسلة، نرجع نعمل تالت عمود حشو في فراغ السلسلة، نرجع في فراغ السبع سلسلة نعمل آخر عمود. أشد بس البلوزة شوية. هنشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهنلف على الإبرة 3 لفات. هنيجي عند غرزة العنقود نعمل عمود ب3 لفات ونسيب آخر لفة، هنلف لفتين. هنيجي في فراغ ال5 سلسلة نعمل عمود بلفتين ونسيب آخر لفة، نرجع في فراغ ال5 سلسلة نعمل عمود ونسيب آخر لفة، هنلف لفتين على الإبرة نعمل عمود بلفتين ونسيب آخر لفة، هنلف على الإبرة 3 لفات ونعمل عمود الأخير في غرزة العنقود. هيفضل معانا 6 لفات هنسحبهم كلهم مرة واحدة. هنعمل غرزة البيكو 2 سلسلة، ونشوف غرزة البيكو الناحية التانية اللي هنشبك فيها، ونشبك بحشو 2 سلسلة. هنقفل في أول سلسلة بغرزة المنزلقة، نشتغل 7 سلسلة، ونيجي نشتغل في فراغ ال7 سلسلة عمود. أنا عارفة إن البلوزة مش مخلياكوا تشوفوا الشغل كويس، بس انتوا طبعا احنا عرفنا طريقة التشبيك، فاحنا كل اللي انا بشرحه دلوقتي اهم حاجة انك تعملي النص بتاع المربع. تمام. لكن التشبيك احنا شرحناه قبل كده. هيبقى هنا 1 عمود، اول عمود في ال7 سلسلة. هنيجي في فراغ السلسلة في المربع اللي احنا هنشبك فيه نعمل حشو، نرجع نعمل عمود في 7 سلسلة، هنيجي في فراغ السلسلة نعمل حشو، نرجع في فراغ في 7 سلسلة نعمل عمود، هنيجي في فراغ السلسلة نعمل حشو، نرجع في ال7 عمود نعمل رابع عمود سلسلة، وهنيجي في فراغ ال3 سلسلة نعمل حشو سلسلة، هنيجي في فراغ اللي بعديه اللي هو 7 سلسلة هنعمل عمود، وهنيجي في فراغ السلسلة اللي قدامه اللي بنشبك فيها حشو العمود التاني، هنروح للمربع اللي بنشبك فيه عند السلسلة هنعمل حشو، وادي العمود التالت، هنروح برضو على الفراغ السلسلة نعمل حشو، وادي العمود
الرابع. هنعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هنلف على الإبرة 3 لفات ونعمل عمود ب3 لفات في غرزة العنقود، وهنسيب آخر فتلة. هنلف لفتين على الإبرة ونيجي في الفراغ هنا، ده آخر حاجة في السطر. هنعمل عمود بلفتين، بعد كده نشتغل في آخر سلسلة عمود بلفة، وبكده نكون خلصنا قفلنا غرزة العنقود. هنعمل سلسلتين عشان نشبك في غرزة البيكو اللي قدامها. ادي غرزة البيكو اهي دخلت فيها، هنشبك بغرزة الحشو سلسلتين، هنقفل هنا بغرزة البيكو. هنسحب الخيط بتاعنا، اعدل بس البلوزة او الكارديجان حسب ما كل واحدة بقى بتحب تسمي. تمام. هاجي اشتغل بقى على النص اللي احنا عملناه، نص المربع، غرزة حشو عشان يبقى كله نفس اللون. تمام. هنرتفع سلسلة وهنيجي نمسك كده في اول عمود نشتغل فيه غرز حشو، هنشتغل فيه 2، اللي وراه نشتغل فيه 3 أو 4، كل واحدة حسب ايديها طبعا. اللي وراه برضو هنشتغل غرزة حشو 2 3، ندخل في اللون الاصفر نعمل غرزة حشو، اللون اللي وراه غرزة حشو. هنفضل كده عشان يبقى اخر لون نفس اللون اللي احنا مقفلين بيه. الخيط ابتدى يضايق، فانا بحاول اداريه وانا شغاله. هندخل عند الاصفر نعمل غرزة حشو، على التركواز نعمل حشو، بس واخدين بواقي الخيوط معانا عشان نداريه في الشغل. انا بحاول امسك الفتلة الاخيرة دي عشان ادخلها في الشغل كده. هو زيادة طبعا هنقصه في الاخر. كده وصلنا للاخر الكارديجان او البلوزة. هنيجي بقى هنا نمسك الفتلة بتاعتنا وبكده يكون خلصت معانا الكارديجان. انا عايزه اوريهولكوا من اوله لاخره، بس ايه افتكرش الكاميرا تجيبه. طيب انا هحطهولكوا على المانيكان ونصوره من اوله لاخره. انا صورتهولكوا بعد ما حطيته على المانيكان عشان يبان من اوله لاخره. تمام. نشوف الظهر.